من فترة عملت فيديو عن السلسلة والناس ابتدت تقول لي ده حرام وحاجات كتيرة قوي، فانا قلت ايه، اسيب الناس تهري 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 وارد عليهم كلهم مرة واحدة. اوكي، ركز بقى معايا. اول حاجة اتقالت ان هي تشبه بالنساء، والتشبه بالنساء حرام. طب عينيا الاثنين، التشبه بالنساء حرام، بس هي تشبه بالنساء ده اللي انت لازم تجيبه من السنة او من القرآن. بعد كده جه الناس بتقول ان هي زينة، والزينة للست، يبقى انت ليه ازاي تعمل حاجة بتاعت الست؟ طيب كويس قوي. انا جاي اقول له بقى ايه، ان الزينة حلال للراجل. ايه ده، ازاي بتقول كده؟ اجي اقرا لك من القران يا باشا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ودي سوره سوره الاعراف الايه 31. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه، كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون. يعني ايه يا باشا؟ يعني الزينه حلال لعباده، ربنا اللي قال كده. فلو حضرتك معترض يعني ما تمشي، ما تاخدش بالقران بقى. طيب امال ربنا حرم ايه؟ قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. زي حضرتك كده وانت بتقول ان الزينه حرام او الزينه للست، حضرتك انت ما عندكش ولا نص ديني ولا قرآن ولا سنة بتقول كده. فالزينة حلال للراجل. انا هو بقولها لك ليه؟ لان ربنا اللي قال كده، قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده. طب تعالى بقى نكمل. حضرتك انت ربنا بيقول عليك ايه في بقية الآية؟ لكل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا، زيك كده وانت بتكذب ان الزينة حلال للراجل، واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني مبروك عليك، انت خالد في النار، مبروك عليك والله. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. يعني لو أنت شايف إن الزينة حرام للراجل فأنت كده بتكذب بآياته. أوكي كويس قوي. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يعني حضرتك هتشهد على نفسك إن أنت كافر. طيب القرآن بيقول ان الزينة حلال. طيب اصل بس الشيوخ هي اللي بتقول لا، العرف اللي مش عارف ايه. تعالى، انا مش هسيب حاجة يا باشا في اللي اتكتبت. العرف بيقول ان الزينة للست. تعالى بقى، الدين بيشيل العرف ليه؟ لان انت لو فكرت فيها بعقلك كده ولو سألت الائمة الاربعة، لان هم الاربعة بيقولوا ان الدين بيشيل العرف. الستات قبل الاسلام كانت بتكشف صدرها. طب الدين جه عمل ايه؟ شال العرف. لو انت رحت روسيا دلوقتي، هم متعودين الصبح بيشربوا فودكا عشان يدفوا، هتشرب فودكا؟ لا، لان الخمر حرام. فالدين بيجب العرف. حضرتك مفيش حاجه اسمها العرف، اتعودنا ده يا حبيبي مش حاجه دينيه. ولو عندك حاجه العرف بيتكلم عليها في الدين، يا ريت عاوز قران وسنه، انا بجيب لك قران وسنه. بعد كده اخر كومنت، هو انت بتفهم والشيوخ ما بتفهمش؟ يا باشا، الشيوخ ما بتفهمش. ليه؟ لان بكل بساطه لو تعالى نبص على الشيوخ، الشيخ الشعراوي بيقول لك تارك الصلاه يقتل. يعني انا بكلام الشيخ الشعراوي انزل اقتل في الناس؟ لا طبعا يا حبيبي، مش تارك الصلاه ما يقتلش. والاخ علي جمعه جاي بيقول لك ربنا ممكن يلغي النار. حضرتك ربنا ايه اللي يلغي النار؟ ده في اليهوديه والمسيحيه والاسلام ربنا ما بيغيرش كلامه. لا يبدل لدي القول وما انا ظلام للعبيد. ده ربنا اللي بيقول، ربنا مش هيغير كلامه. لكن انت مقتنع ان الشيوخ دي بتفهم وانا ما بفهمش. صباح الفل. طب تعالى اوريك بقى انت في الشيوخ دي لما ما تمشي وراها هتعمل ايه. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. الناس دي بتكذب عليك. الزينة حلال للراجل، مكتوبة في كتاب ربنا. لو انت مش موافق على كتاب ربنا وبتمشي بكلام الشيخ، هتعمل ايه في حياتك بعد كده؟ يعني انا مش فاهم، انت بتتبع الشيخ، دين الشيخ، ولا دين الله اللي نزله لك؟ يعني ركز معايا كده. طيب الكومنتات كلها ما فيهاش ولا آية ولا حديث واحد ويوحد ربنا، بس انت مقتنع ان انتوا بتتكلموا في الدين وانا اللي ما بتكلمش في الدين. طب انت ليه بتتكلم في الدين؟ انت دارس ايه؟ حضرتك ما فيش مكيال جنبي بيقول لك انا دارس 20%، 22%، 98%، 65%. ما فيش. حضرتك انت عرفت منين انا افهم ايه ولا ما افهمش ايه؟
انت يا باشا مجرد ان انت قاعد على التيك توك عامل كده، وفي الاخر لا حلال لا حلال لا مش عارف ايه. انت جاهل وكافر بكلام ربنا، انت كافر. ليه؟ لان انت بتغير كلام الله، وجبتها لك من القرآن ان الزينة حلال للراجل. حلال فين؟ في الدنيا والاخره. انت بقى مش عاجبك كلام القرآن، ايه هتؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض؟ طب عندك حديث بيقول ان الزينة حرام للراجل؟ لا ما عندكش. طب عندك اي حديث بيقول ان القلادة حرام للراجل؟ لا ما عندكش. طب عندك قرآن بيقول ان اي حاجة، ان مثلا ان دي تشبه بالنساء؟ لا ما عندكش. طب انت ما عندكش حاجة وانا عندي قرآن وسنة وبقولهم لك، وانت اللي بتتكلم في الدين وانا اللي ما بتكلمش في الدين. سبحان الله. اقعد بقى اتبع الشيوخ اللي انت بتلحس رجليهم، اقعد الحس في رجليهم، اقعد الحس 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 لغايه اما ان شاء الله هيحصل اللي اتكتب في القرآن. ربنا بيبشرك ان انت كافر وهتعترف على نفسك ان انت كافر. صباح الفل. يلا يا حبيبي.